السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا امبارح كان اليوم العالمي للمرأة وكل أدلى بدلوه، وشفنا بقى ايه بوستس كتير، واللي ضد واللي مع، واللي قدم نماذج مشرفة للمرأة، واللي قالك فالنتينا تيريشكوفا أول رائدة فضاء، أو آنا فيشر كأول رائدة فضاء، ومارينا جينيستا اللي تولت حراسة برشلونة في الحرب الأهلية الإسبانية، أو إيميليا إيرهارت أول امرأة تطير عبر المحيط الأطلسي، أو كاثرين سويتزر أول امرأة تشارك في ماراثون بوسطن. طيب ايه القاسم المشترك ما بين النساء دي كلها؟ انهم غربيات. حد ذكر اي نساء من نساء التاريخ الاسلامي والعربي؟ حد ذكر اي تاريخ من تاريخ المناضلات في الجزائر، تاريخ المناضلات في مصر، تاريخ المناضلات في الوطن العربي كله؟ طيب حد ذكر ام المؤمنين رضي الله عنها خديجة بنت خويلد، واللي عملته والدعم اللي قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعم اللي قدمته لإنشاء أمة الإسلام؟ طيب حد اتكلم عن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين واللي قدمته في الهجرة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب حد اتكلم عن أمهات علماء المسلمين وأمهات المجاهدين المسلمين؟ حد اتكلم عن الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث، واللي زحفت مع الزاحفين للقاء الفرس مع 4 من أولادها وقالت لهم: يا بني أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وتعلمون ما أعده الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى أعدائكم متبصرين بالله على أعدائه منتصرين. ولما طلع الصبح وابتدت الحرب جات لها الأخبار باستشهاد أبنائها، قالت إيه؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. وعندك والدة الإمام سفيان الثوري اللي أمه قالت له: أنت ما تعملش حاجة غير أنك أنت تتلقى العلم وأنا أتكفل بيك. قالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وأم الإمام مالك بن أنس اللي بيقول عنها الإمام مالك: كانت أمي تلبسني الثياب وأنا صبي وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول: يا بني أنت مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. وأم الإمام الشافعي برضو نفس النظام، وأم الإمام ابن حنبل برضو نفس النظام، وأم الإمام البخاري، وأم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وأخت الإمام ابن حجر العسقلاني، وأم السلطان محمد الفاتح، وغيرهم كتير وكتير. احنا عندنا نماذج من نساء المسلمين مشرفة جدا 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 من أول بداية الإسلام إلى عصرنا هذا. بس المشكلة عندنا إن الغرب دايما بيصدر لنا السوبر هيروز بتوعهم، بس المشكلة عندنا إن الغرب دايما بيصدر لنا الصورة بتاعت السوبر هيروز اللي جايين من الغرب بسبب الانفتاح والعولمة والتحضر بتاعهم. دايما لما بنتفرج على الافلام بتاعتهم بنلاقي سوبر هيروز، سوبرمان، سوبر كذا سوبر كذا، حتى كلنا دلوقتي كلنا بنلبس حاجات كده سوبر تبعهم هم، مش بنلاقي حاجة سوبر اسلام. فين السوبر اسلام؟ احنا لو دورنا في تاريخنا الاسلامي والعربي كويس قوي هنلاقي نماذج مشرفة كبيرة جدا من بدء الإسلام إلى وقتنا هذا. بس المشكلة إن إحنا دايما بنسعى إلى النماذج الغربية، وده غلط. إحنا عندنا تاريخنا. الغرب يا شباب ملوش تاريخ، إحنا اللي لينا تاريخ. هتقولي ما تبكيش على أطلال الماضي، أنا مش ببكي على أطلال الماضي. إحنا اللي صنعنا التاريخ زمان، وإحنا اللي نقدر نصنعه اليومين دول بإيدينا. إحنا اللي نصنع التاريخ. زميلتي الأمريكية بتقولي: يا بختك أنت عندك تاريخ، عندك تاريخ مشرف. احنا حضارتنا 600 سنة ولا معرفش كام. فكل اللي انا عايز اطلبه منكم انه كنتوا ما تستعروش من كونكم عرب او كونكم مسلمين. احنا نفخر ان احنا عرب ومسلمين، اي نعم احنا حاليا دلوقتي امة كغثاء السيل، بس نقدر بشبابنا وبناتنا ان احنا نبني امتنا من اول وجديد، وان احنا نصنع نماذج مشرفة من اول وجديد، وما زلنا بنصنع نماذج مشرفة. وعندنا كمثال عائشة بنت الشاطئ. مين فيكم يعرف عائشة بنت الشاطئ؟ اللي يعرف عائشة بنت الشاطئ يعرف انها مش بس كاتبة ومفكرة وباحثة واستاذة، لا ده كمان دي نموذج مشرف للمرأة المسلمة. عائشة بنت الشاطئ خلفت وراءها أكثر من 40 كتاب في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية، زي التفسير البياني للقرآن الكريم، والقرآن وقضايا الإنسان، وتراجم سيدات بيت النبوة. تراجم سيدات بيت النبوة ده أنا أنصح كل واحد وواحدة فيكم يقروه. الكتاب ده أنا جبته لأختي، أختي ما قدرتش تسيبه إلا لما تخلصه. كتاب في قمة الروعة، كتاب بيحكي قصة سيدات بيت النبوة وأمهات المؤمنين.
الكتاب روعة بمعنى الكلمة. لما تقرأ الكتاب تفخر بجد انك انت مسلم، تفخر بجد ان عندنا نماذج من النساء الناجحات في الاسلام، ومش شرط انها تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تنجح، لا، ده احنا عندنا على مر العصور نساء خالدات، نساء قدموا للإسلام أكتر من رجال كتير. يا شباب احنا مش عايزين كل شوية نبص على الغرب ونقول شوف الغرب واو، شوف المعرفش ايه واو. احنا عندنا حاجات كتير ممكن نقتدي بيها، نعمل بيها. نشوف المسلمين زمان نجحوا ازاي خدوا وضعهم، بقوا على وضعهم زي ما احنا بنقوله دلوقتي. ازاي ان احنا نوصل للمرحلة دي؟ احنا نوصل للمرحلة دي بالقرب من ربنا وبتعلم العلم، بان احنا نشتغل على نفسنا. فيا ريت يا ريت يا ريت ان احنا نبطل كل شوية نبص على الغرب والسوبرمان والسوبر هيروز وكذا وكذا وكذا. احنا نركز في مجتمعنا، في دنيانا وديننا. واحب اختم كلامي ده بكلام رب العزة عز وجل، اللي هو كلامه قائم لا محالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلصت، هي خلصت. الغرب يقول، الشرق يقول، الشمال معرفش ايه، حد يقول، قولوا اللي انتوا عايزينه. أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس. بس عايزين نبقى على قدر الكلمة دي، على قدر كلمة خير أمة أخرجت للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.